السلام عليكم البنات، صحة فطوركم ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم تكون لاباس. اليوم راح نشارك معاكم هاد الوصفه نتاع الكنافه بالمكسرات ولا نصف كره، هادو يقولوا لهم بابلز، كذلك بالمكسرات راح تجي معسله وبنينه ومقرمشه. تبعوا معايا الوصفه حتى التالي باش تشوفوا الطريقه. اول حاجه راح نحضرها شربات. عندي لهنا 2 كيسان غير ربع نتاع السكر مع 3 كيسان نتاع الماء. لهنا ما كثرتش الماء بزاف باش تجي عاقده، يعني ما تجيش كيما نتاع الشاميه، راح تجي شويه ثقيله الشربات. ندوب السكر في الماء، نزيد الليم ونشعل عليه، نخليه حتى يغلي، ومن موراها نحسب 20 دقيقه باش نطفي عليه، يعني باش تجيني شويه عاقده. وراح نزيد قطرات نتاع الماء زهر. نروحوا لهنا باش نحضروا القطايف نتاعي. لهنا عندي 500 غرام نتاع القطايف، عندي نص كاس مارغرين ولا سمن دايب، وعندي لهنا سكر ناعم. نجي نحل القطايف نتاعي. كما راكم تشوفوا لازم نحلهم مليح، ممكن تطحنوهم يعني على حسب الطريقه اللي تبغوها نتوما. هنا حليتهم بهذه الطريقه، ممكن كذلك تفتوهم مليح غير بيديكم. راح نزيد مغرفه كبيره نتاع السكر ناعم. هنا علاش نزيدوا السكر؟ باش يعطينا قرمشه. هنا ممكن تستغنوا على السكر الا ما بغيتوهاش تجيكم حلوه، ما ديروهش، غير مغرفه كبيره واحده تكفي. ونخلطها مليح. راح نضيف المارغرين ولا السمن دايب بالتدريج حتى نشوفوها ولات ميدمه، يعني تحسوا بها بين يديكم باللي خلاص راها شبعت يدام. انا درت نص كاس. راح نضيف قطرات نتاع الماء زهر، ما تكتروش بزاف، غير رشه خفيفه فقط، ونخلط مليح. نخليها بجيه ونروح نحضر الحشو. لهنا استعملت الكاوكاو محمص ومرحي، ممكن ديروا غير الشوكولا يعني، ولا الكريمه نتاع القشده نتاع الفرماج، يعني على حسب الاختيار نتاعكم. هنا درت الكاوكاو حمصته ورحيته شويه خشين، ضفت له مغرفه كبيره نتاع السكر، وراح نضيف مارغرين دايبه مع رشه نتاع ما زهر. كي شغل راح تحضروا البحلاوه. راح نضيف لها المارغرين، يعني لازم تجي شويه شاده روحها باش من نقطعوها ما تتفتتش. راح نجيب صينيه ونفرغ شويه نتاع المارغرين. هنا ممكن ديروا صيني سبيسيال نتاع الكنافه، ما كانش عندي، يعني كان عندي واحد صغير ما يكفينيش، على هذه درت في هذا الكبير. درت شويه مارغرين وراح نفرش القطايف. ندير طبقه تكون شويه رقيقه، يعني ما تكونش خشينه بزاف باش تجي مقرمشه. يعني نفرج وفي نفس الوقت راني نفتح في هذوك القطايف، يعني من المستحسن ترحيوها باش تساعدكم في الخدمة. فوالا نديرو الطبقة الأولى بهذه الطريقة. نحاول نطلع شوية في الأطراف ونضغط مليح. هنايا نجيبو كاس ولا هذه نتاع اللوح، ونضغط مليح باش يجيني السطح مستوي، ونجي نفرغ الحشو. انا ما كاش كميه محدده نتاع الكاوكاو، يعني على حسب اللي متوفر. ندير طبقه تكون شويه رقيقه كذلك، ما تكونش خشينه بزاف. ونضغط مليح.
الكاوكاو ما توصلوش حتى الأطراف باش تجي مغلوقة في الأطراف. وندير الطبقة الثانية نتاع القطايف باش نغلق ونوصل الأطراف. شتو هنايا علاش قلت لكم لازم ترحيوهم يكون مليح ولا تفتوهم بيديكم مليح باش تساعدكم في الخدمة. يعني هكاك وجات مليحة ماشي عيبة، ولكن باش تساعدكم مليح في الخدمة ارحيوها. نغطي مليح الطبقة نتاع الكاوكاو ونضغط بهذه الطريقة. راح نجيب سباتولا هنايا باش نغلق في الأطراف، يعني باش نوصل الطبقة الأولى والثانية مع بعض ونغلق على الكاوكاو باش ما يخرجش، ونديرها في الفرن على 180 درجة. من نشوفها تحمرت من الفوق من التحت عفوا، نعاودو نشعلو عليها من الفوق. لهنا الكمية اللي بقات كانت قليلة وضفت كمية أخرى، يعني هذه اللي بقات من الكنافة الكبيرة درتها في هذه المغرفة المعيارية. إلا عندكم المول، كاين المول تاع السيليكون فيه هذا الدوائر، إلا كان متوفر عندكم ديروه، إلا ما كانش استعملوا غير هذه نتاع المعيارية ولا استعملوا أي مول عندكم. كما راكم تشوفون نجيب كمية من القطايف نحطهم في الوسط ونحاول نضغط مليح، نديروا فتحة في الوسط ونضغط مليح مليح بهذه الطريقة، وراح نحيها بكل سهولة. نعاود نخدم معكم واحدة أخرى باش نضيف كمية تاع القطايف. كما راكم تشوفوا نضغط مليح مليح، راح تجي سهلة في خدمتها. نضغط مليح ونحاول نقلع هذاك الفتات اللي بقى في الأطراف باش يجيني الشكل نتاعها متحوف بهذه الطريقة، ونحيها بكل سهولة. شوفوا كيفاش راح نضيف كمية أخرى نتاع القطايف لهنا بعد ما كملتهم. شوفوا الشكل نتاعها كيفاش جا. هنا راح ندخلهم الكوشة حوالي دقيقتين فقط غير باش ينشف، ونعاود نخرجهم. راح ندير شوية سمن تاع ولا عفوا مارغرين دايبة، ندير من الفوق غير شوية باش تشد روحها مليح ونرجعها الطيب. يعني بنفس الطريقة راح تطيب على 180 درجة. من نشوفها تحمرت من تحت نعاودو نشعلوها عليها من الفوق. لهنا الكنافة نتاعي راها وجدت. لهنا راح نجي نقلبها في الطبسي باش تساعدني من نشربها، يعني كون درتها في البلان تاعها وشربتها ما راحش تساعدني من نقطعها. نعاود نرجعها على الوجه نتاعها ونجي نسقيها بالشربات. ممكن تسقيوها بالعسل، يعني تذوبوا العسل مليح، تسخنوه شويه وتفرغوا العسل. لهنا كنت راح نسقيها بالعسل، يعني تجي مقرمشه مليح، غير ملي تكون مسقيه بالشربات. مي قلت ما يكفينيش على هذيك درت شربات، فينالمون لقيت بزياده العسل، قلت خلي ندير بها هذوك الكنافات الصغار ولا كنافه بابلز. هنا جيت زينتها يعني لازم تشربوها مليح، والتزيين يبقى اختياري. انا درت شويه كاوكاو في الاطراف وحبه نتاع الكركع في الوسط، يعني وبنتها جات رائعه، جات مقرمشه ومشربه، جات بزاف بنينه. يعني قد ما نشكر لكم فيها ماشي كيما تجربوها وتذوقوها، يعني جات فريمون رائعه. لهنا بعد ما طابت هذيك الكريات صغار نتاع الكنافه ولا كنافه بابلز، راح نجي نشربها بالعسل. وهنا ما درتهاش بالشربات، درتها بالعسل.
كما راكم تشوفوا ذوبت شويه نتاع العسل، سخنته غير شويه باش ما يبقاش هذوك يعني باش ما تبقاش ثقيله من نفرغ العسل وتتشرب بكل سهوله. قلبتهم كذلك في الجهه الثانيه وراح نضيف لهم شويه تاع العسل. هنايا كان حبات اللي فوت لهم الطياب يعني على حسب الفرن يطيب جهه بجهه. هذاك العسل كامل اللي حطيته في الوسط راح يتشرب. وراح نجي نعمرهم لهنا. شوفوا الشكل نتاعهم كيفاش جا، يعني جا متحوف وظريف. لهنا عندي كميه من المكسرات، خلطت شويه يعني قطعتهم غير شويه على 2 ولا، وراح نضيف لهم كميه تاع العسل، يعني ما كاش كميه محدده غير شويه. نخلطهم مليح. هنا الا شفتي خصني نزيد. وراح نجي نعمر هذوك الوسط نتاع الكنافه. هنا ممكن تعمروهم بالجوزيه راح تجي شابه كذلك، ولا وشكل تاعهم نتوما تحكموا فيه، يعني ممكن ديروا الليمون يكونوا شويه كبار وتعمروهم باللي حبيتوا. هنا درت حاجه خفيفه فقط، يعني عمرتهم بالمكسرات. نكمل بنفس الطريقه، وهذا هو الشكل النهائي نتاع الكنافه بابلز. هادو جو قراف بنان، يعني ننصحكم غير جربوهم، ما راحش تندموا، صدقوني ما راحش تندموا. يورموا بزاف في السهرات الرمضانيه مع لاتاي، ولا ديروهم مع المشروبات في العيد، وعلاش لا مع التمر محشي. يعني فكره بزاف شابه ومتحوفه، يعني تجي حاجه صغيره ظريفه خير من تكون حاجه كبيره. لهنا راح نجي نقطع معكم الكنافه نتاعي. جات مقرمشه ومشربه. كما قلت لكم ممكن تستبدلوا الشربات بالعسل، كذلك راح تجي بنينه بزاف. فوالا هذا هو الشكل النهائي نتاع الوصفه نتاعي نتاع نهار اليوم. نتمنى تكون عجبتكم، نتمنى تجربوها، والى فيديو اخر ان شاء الله.